الأكلة الرسمية لليالي الشتاء الجميلة. تعالي هقولك ازاي تعملي المفتقة بطريقة سهلة وبسيطة خالص، وهقولك على كل التفاصيل علشان تنجح معاكي. تعالي تابعيني وهقولك ازاي تعملي المفتقة او الحلبة المعقودة. انا هدى ودي قناتي. لو اول مرة بتتابعيني ياريت نعمل لايك ونعمل اشتراك في القناة. هسمي الله ونصلي على الرسول وهندخل على قصتنا النهاردة يا زهرة الكون. قصتنا النهاردة المفتقة او الحلبة المعقودة. معايا هنا 5 كيلو من العسل زي ما انت شايفة. تجيبي العسل كده من مكان موثوق منه، ما يكونش خفيف معاك، يكون تقيل. اول حاجة حطيت كوباية من الحلبة المرة زي ما انت شايفة، هي دي كوباية. بس اهم حاجة طبعا تنخليها علشان ما يقعدش فيها اي بتابيت او اي حاجة، لا لازم تتنخل. لما تاجي تحطيها على العسل تنخليها. انا حطيت الحلبة كوباية، ما هندوبهم كويس مع العسل على البارد زي ما انت هتشوفيني كده بالظبط يا زهرة الكون. يعني لو هتستخدمي كيلو وهتحطي الحلبة دوبيها شوية وسيبيها لمدة ربع ساعة. بعد كده هنشتغل بيها على النار. ندوبها كويس كده زي ما انتوا هتشوفوا معايا. ندوب الحلبة كويس في العسل على البارد وهنسيبها لمدة ربع ساعة. الحلبة المرة غير طبعا المغات وغير الحلبة المحوجة يا زهرة الكون. بس كده دوبناهم كويس زي ما انتوا شايفين. بعد كده هنجيب الحلة بتاعتنا نحطها على البوتاجاز. هنا هسيبها لمدة ربع ساعة. بعد كده احط الحلة على البوتاجاز بتاعي. هنا الحلة اللي هنستخدمها هي ألمونيا يا ستانلس، ما تستخدميش جرانيت ولا سيراميك ولا اي نوع حلة تاني فيه مادة يعني عليها مادة. الألمونيا او الستانلس تخليها تسخن كده وحطي عليها كوباية من الزيت، ومعايا كوباية من السمسم هرمية زي ما انت شايفة كده يا زهرة الكون، ومعايا كوباية من السوداني. عايزة تستغني عن السوداني مفيش مشكلة. هنقلبهم كويس لغاية ما نطلع الرطوبة اللي هي فيهم. انا هنا بشتغل على 5 كيلو عسل. انا هكتبلك في صندوق الوصف مكونات كيلو. هنقلبهم كده كويس لغاية الرطوبة كده ما تطلع منهم وتشمي ريحة السوداني والسمسم يكونوا يتحمصهم معاكي. في الحالة دي انا مجهزة كوباية برضو من الدقيق، هنخلها طبعا واحطها عليهم. هقعد اقلب برضو في الدقيق لغاية ما اشم ريحة الدقيق زي البشاميل كده لما تشمي ريحته. وبعد كده هنحط المغات. معايا كوباية برضو من المغات انا مجهزاها. هنقلب كده كويس زي ما انتوا شايفين. قلبهم كويس. دي كوباية من المغات هنقلبها برضو نديها تقليبة كده ونشم الريحة بتاعتها. بعد كده نكون محضرين العسل بتاعنا. ده القرطاس. طبعا انا هكتبلك برضو مكونات القرطاس لو عايزة تعمليه انت في البيت. لو رحت اشتريتيه من عند العطار قولي له ادينا القرطاس هيديهولك. لو ما عندوش انا هقول لك على المكونات اللي انت تعمليها. هنا هنجيب العسل بتاعنا اهو. بعد ما الحلبة هنا دورها انك بتحطيها على البرد بتخمر معانا كده وبتدي ريحة حلوة خالص للمفتقة بتاعتنا. بتبقى من المفتقة الاصلية هي بيعملوها كده. بس كده بنحطها ونقعد نقلب بقى نقلب ما تشيليش ايدك من التقليب لغاية ما تدوبي كل المكونات مع بعض. بعد كده هنسيبها تغلي. طبعا برضو ما تسيبيهاش يعني دقيقة واحدة. ارفعي ايدك وحطي ايدك تاني واقعدي قلبي كده في اتجاه واحد، ما تغيريش الاتجاه بالظبط زي الكيكة بالظبط. قلبيها كده في اتجاه واحد. كل ما تحسيها ان هي شوية يعني قلبي يعني كل دقيقتين كده قلبي. هتلاقي اول ما تغلي معاكي هتلاقي السمسم والسوداني نزل معاكي تحت. شايفين اهو نزل هو تحت. بتفور معاكي. خلي بالك ووسعي الحلة برضو. لو عاملة كيلو او 2 كيلو وسعي الحلة عشان بيفور معانا. وما تخليش اطفالك برضو حواليكي عشان طبعا لو نترت ولا حاجة دي لسعة. ربنا يسترها. ماشية معايا زهرة الكون. شايفين طريقة سهلة وبسيطة خالص. ده كله الرغاوي دي اللي انتوا شايفينها دي تعتبر مية يعني. هنا بعد الغليان بالظبط بعد ما تغلي. لو انت عاملة كمية كتير زي ما انا عاملة اديها نص ساعة. لكن لو الكيلو بس ربع ساعة بس على الساعة. يعني بعد ما يغلي عديله ربع ساعة. والمادة بتاعتنا الحافظة اللي هي طبعا يا ليمون يا ملح ليمون. انا عصرة ليمونة كاملة وحطيتها عليها. بس قبل ما اطفي كده ب5 دقايق بالظبط بحط الليمون او ملح الليمون. هتحطي ربع معلقة صغيرة للكيلو. شايفين بتغلي ازاي بس لازم تقلبي فيها. هنا بعمل لها اختبار. عايزة تعرفيها لو لقيتيها جرت كده هتلاقي لسه العسل فيه مية.
لكن لو هي بصوا شايفين، بصوا هي كده انا اديتها بعد المرحلة دي اديتها 5 دقايق وطفيت. شايفين مفيش مية، بس اديتها 5 دقايق. شايفين بصوا اهي. وتعملي الخط ده لو ضم على بعضه اعرفيها لسه ما استوتش. لو لقيتيها خلاص هو ثبت معاكي يبقى هي كده استوت. شايفين اهي، كل ما تبرد بتجلس معاكي. شايفينها؟ لازم تديها وقتها برضو في التسوية. هنا انا اديتها نص ساعة عشان الكمية معايا زي ما قلتلك اهو. لازم تديها وقتها في التسوية بتاعتي. انا كده طفيت عليها وهسيبها تبرد. سيبيها تبرد خالص حتى تعبيها في البرطمان او العلب زي ما انت هتشوفيني كده بالظبط. انا سبتها تبرد بصراحة، يمكن اخدت معايا ساعتين عشان تبرد، عشان الكمية طبعا كتير. ما عندك علب طبعا حطيها في العلب، عندك برطمان زي ما انت حابة. التعبية دي بتاعتك انت. انا هعبي البراطين بتاعتي قدام واحدة كده، وبعد كده هعبي ايه براحتي واوريكم ايه في النهاية المفتقة بتاعتي. وهوريكي المطة بتاعتها. الكمية دي مظبوطة جدا على 5 كيلو من الدقيق. انا بالنسبة لي انا، وزي ما قلتلك هكتبلك في صندوق الوصف مكونات كيلو. لازم تبرد معاكي عشان تعبيها في البرطمانات لو انت عاملة كمية مثلا او عاملة منها مشروع زي ما انت حابة. احلى مفتقة هتاكلوها ان شاء الله. شايفين 5 كيلو جابوا لي كمية حلوة كده ما شاء الله بسم الله. احلى مفتقة دي ولا ايه؟ طعمها بصراحة تحفة وجايبة لاخر الشارع ريحتها زي ما انتوا شايفين. وبصراحة تستحقي لايك. يسد بتقول لكم حطوا لايك قمر بايديكم القمر كده يا زهرة الكون، وكومنت حلو من ايديكم القمر. لو اي سؤال انا عندي استعداد اجاوب عليه، مفيش اي مشكلة. وما تخلوش اي حد يشغلكوا عشان ممكن تسيبوها مغشوفة وتبوظ. ايوه صح. شايفين هوريكم، بصوا المطة بتاعت المفتاة. شايفين والقوام بتاعها هي لسه كده لسه سخنة، بس القوام بتاعها ايه مظبوط. يعني لما تبرد هتبقى يعني اتخن من كده شوية، بس هي كده مظبوطة 100%. والمكونات دي مظبوطة جدا على 5 كيلو من الدقيق. سندوتش كده وصباح فينو حلو، واحشيه وكلوه بالهنا والشفا ليكم مقدما. وما تنسونيش في الشير واللايك والاشتراك في القناة يا زهرة الكون. احلى مفتقة في ليالي الشتاء الجميلة. سهرة كده وتحشوا وتاكلوا بالهنا والشفا ليكم. ومع السلامة، اشوفكم في فيديو قريب ان شاء الله. اهم حاجة طبعا المطة في المفتقة بتاعتنا.